مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة من برنامجكم أوقاتي بتحلو. وكلنا أوقاتنا بتحلو مع الذكريات الجميلة، مع اللحظات الحلوة، مع اللمة والعيلة والأصدقاء والصحبة. تابعونا وهذه الحلقة. مشاهدينا الأعزاء، معنا ومعكم وجه لا ينسى وصوت أيضا لا ينسى. كلنا أوقاتنا احلوت معاه من خلال الأعمال المسرحية الجميلة اللي شارك فيها، وكذلك الأغاني والمقطوعات الموسيقية والدراما عندما شاهدناه في زيزانيا والوجه الآخر والعديد من الأعمال. معنا ومعكم الفنان الكبير الأستاذ بهجت لطفي. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. منورنا النهارده. ربنا يحفظك. أشكرك. أكيد وقتنا هيبقى أجمل لو بدأنا مع حضرتك كمطرب واستمعنا إلى شيء جميل يحيي الروح قبل أن نبدأ الحوار. سمرة سمرة مرة في مرة شغلني هواكي. سمرة يا سمرة مرة في مرة شغلني هواكي. دمك خفة وتاج العفة شبكني معاكي. سمرة يا سمرة حلوة يا سمرة يا سمرة يا سمرة. سمرة يا حلوة يا لحن يا غنوة يا أحلى رنين. سحر الحاجب ده بيتعاجب عالحلوين. شفته بقيت من نار يا سمرة. تايه كده مش داري يا سمرة. شفته بقيت من نار يا سمرة. تايه كده مش داري يا سمرة. انت الكاس وشفايفك خمرة يا سمرة يا سمرة حلوة يا سمرة يا سمرة يا سمرة. سحر خدودك جعل عودك زادوا جمال. خلى الشقر يشوفوا السمر يباتوا في حال. سحر خدودك جعل عودك زادوا جمال. خلى الشقر يشوفوا السمر يباتوا في حال. باتوا في النار وفي غيرة يا سمرة. شوف ذل وحيرة يا سمرة. باتوا في النار وفي حيرة يا سمرة. شوف ذل وحيرة يا سمرة. انت الكاس وشفايفك خمرة يا سمرة يا سمرة حلوة يا سمرة يا سمرة يا سمرة.
الله، يا احسنت ست واسعدتنا. الكل، أشكر حضرتك. خلينا نرجع للطفوله والاوقات الحلوه فيها مع الاسره والاصدقاء. أيوة. والجو اللي اهلك لاكتشاف هذه المواهب. والله يعني انا وعيت على الدنيا. ماما الله يرحمها واخواتي بيقعدوا عشان يستنوا حليم هيعمل حفله او الست هتعمل حفله على تلفزيون النصر اللي هو القديم بتاعنا المعروف ده. تمام. وبنقعد نستنى الحفله الجميله دي ونعيش، لان يعني كان زمان كانت القناه الاولى والثانيه بس. ايوه. ما كانش في حاجه غير كده، فهم الاثنين هم دول كانوا نزهتنا ورحلتنا ونتعايش مع صوت حليم ونتعايش مع صوت ام كلثوم. كانت اجمل ايام عمرنا بصراحه. اكيد اكيد. أيوة. كمان حضرتك في الاسره عنصر مهم جدا، هو صوت اذاعي من الطراز الاول، حببنا كلنا في الشعر والابداع. الاعلاميه الكبيره حكمه الشربيني، ربنا يخليها لنا يا رب. ربنا يحفظها. دورها في حياه حضرتك، تاثيرها. والله الست دي انا يعني طلعت عينيها شقاوه وكده، لكن هي احتضنتني من يوم ما انا نشأت على الدنيا. وانا صغير كنت نسيت اقول لحضرتك، كنت بعمل اعلان انا بحب سافو وانا 3-4 سنين كده. قعدت بقى معاها، كان عبد اللطيف تلباني بيجي يقعد يغني، محمد ثروت، الفنانين طبعا مع الاحتفاظ بالالقاب طبعا، الاساتذه الكبار، اقعد استمتع باصواتهم، اشوف ازاي بيستهلوا غناهم، بيغنوا ازاي. الاستاذه اللي انا بحبها جدا الدكتوره عفاف راضي اللي ليها فضل عليا. تمام. حضرتك دي يعني التقيت بيها بشكل مباشر وتم التعاون بينكم، احكي لنا عن تجربتك معها. الدكتوره عفاف انا يعني وعيت على الدنيا، هي صديقه حميمه لوالدتي لماما حكمت، و دايما كانت تقول لي على توجيهات ان انا اغني ازاي، لان هي في البدايه ان انا لما غنيت قالت لها يا دكتوره عفاف شوفي بهجت ينفع يغني ولا لا، عشان ما يبقاش مصدر ازعاج للاخرين من الاخر كده. فانا اتحطيت على المقصله اول باول، واصطدمت ان انا هاخد راي الدكتوره عفاف، ودي طامه كبرى. اختبار صعب طبعا، تخصص وصوت براق. قالت لها لا الولد عنده استعداد. الكلام ده عدى عليه سنين كتير جدا يعني. طبعا. عنده استعداد وان شاء الله هيجي منه حاجه كويسه. بعد كده تتلمست على ايد استاذنا الراحل رحمه الله عليه دكتور استاذ ابراهيم الحجار. تمام. اتجهت في هذه المرحلة إلى دراسة الموسيقى بشكل مباشر في كونسرفاتوار في المعهد، ولا أخذتها دراسات حرة كلها؟ جميل. ومشيت في خط التعليم الطبيعي. بالظبط. وطبعا أنا كنت متيم بمحمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، وأم كلثوم، كارم عبد الغني السيد، محرم، رشدي، العزبي، الناس دي طبعا يعني وسام على صدر كل واحد مصري وعربي. جميل. إذن كيف التقيت بالفنان إبراهيم الحجار؟ أنا عرفت إن في موعد هروح له، وقعدت يوميها كنت في قمة السعادة. رحت قابلته، أول ما شافني قال لي يا بهجت قول ورايا كده، فقال لي فأنا أكرر أكرر فأنا لما كررت قال لي بس أنت معايا، أنا اختبار صوت. انطباعه عن صوتي. تمام. فأنا قلت وراه، ابتدى بقى يديني حاجات اللي هي الإيه، لما بدأ يتسنى، أنت المدلل، قد ما أحبك، زعلان منك، أدوار كده. المرحلة اللي عملت فيها حضرتك في المسرح كيف كانت؟ أهم المسرحيات اللي اشتغلت فيها؟ أهم حاجة طبعا أنا تعرضت لها، وكان موقف جلل وبصراحة كده بين قوسين مخيف يعني. مخيف؟ طبعا، لأن أنا أول ما طلب مني إن أنا أطلع على خشبة المسرح أصطدم يعني أكبر واحد في المسرح العربي، أستاذ عبد المنعم مدبولي والأستاذة أمينة رزق. مرة واحدة الأستاذ عبد الرحمن الشافعي المخرج رحمة الله عليه قال لي أنت هتطلع وتقول للأستاذ عبد المنعم تعالى يا ولد. قلت له انا مش عايز اشتغل، انا طلعني بره لو سمحت. طبعا. فقال لي لا تمثيل. فاستاذ عبد المنعم مدبولي سمع قال لي تعالى احنا بنمثل يا حبيبي. قلت له عايزني انا اقول لحضرتك تعالى؟ فقال لي كان حبوب جدا بصراحه. والراجل ذلل كل الرعب اللي كان جوايا، رماه على الارض يعني. تمام. واتعاملت مع الاستاذ عبد المنعم مدبولي، الاستاذه امينه رزق، طبعا هي قيمه وقامه كبيره جدا.
حنان ترك كانت اخت فاضله على المسرح. بتعاون كل الناس اللي موجوده. محمد ابو الحسن رحمه الله عليه. كانت مجموعه رضا الجمال، مجموعه جميله. وقدمنا مسرحيه قد ايه جميله. وكان حمدي هاشم عنده حضور، وكان دايما بيديني نصايح على المسرح، او قبل ما نخش المسرح ما كانش بيبخل على حد بحاجه. اكيد. خلينا نستمع الى جزء اخر من الغناء لو سمحت ونستكمل الحوار. عينيا. يا غزال اسكندراني، يا غزال اسكندراني، يا غزال يا غزال، الشوق رماني الشوق رماني رماني، يا غزال يا غزال اسكندراني، الشوق رماني رماني عالحليوة الاسمراني، يا اسمراني يا اسمراني يا اسمراني، يا غزال. واسهر الليل غصب عني، واحضن النجمة واغني، اسهر الليل غصب عني، واحضن النسمة واغني، وادعي بالشوق عالغزال اللي غواني عالحليوة الاسمراني، يا اسمراني. ادعي بالشوق عالغزال اللي غواني عالحليوة الاسمراني، يا اسمراني، يا غزال اسكندراني، الشوق رماني رماني عالحليوة الاسمراني، يا اسمراني يا اسمراني يا اسمراني، يا غزال. الله الله، ابداع جميل وصوت رائع. تجربه العمل مع نور الشريف واوقاتك الحلوه في هذا المسلسل. طبعا الاستاذ نور الشريف كان شخصيه بتاع عمل جدا. عمله لازم يكون مظبوط من الف للياء. قدره ليا ان انا اشتغل معاه عملين. الراجل ده كان جميل، كان طيب وقلبه يسع الكل، لكن وقت العمل ما يعرفش حد. اشتغلت مع الرجل الاخر، المخرج الفاضل استاذ مجدي ابو عميره طبعا، وكنت سعيد جدا بالعمل. كنت قايم فيه بدور رائد زكريا مع مجموعه البوليس. في العمل الثاني اللي انا اشتغلته مع الاستاذ نور الشريف كان على مسرح الجمهوريه، مسرحيه لن تسقط القدس. وان شاء الله لن تسقط القدس ان شاء الله. جميل جميل. ادائك مع نور الشريف على المسرح واداؤه هو مختلف عن الدراما التلفزيونيه. حاله الاداء هنا، التفاعل الدرامي، التمثيل، سبحان الله هو ليه بصمه في كل حته. يعني هو الراجل يعني نور الشريف في الدراما التلفزيونيه كان طبعا مذاكر جدا هو بيعمل ايه وحافظ هو بيعمل ايه. في المسرح كان حافظ النص من اوله لاخره، وليه رياكشناته وليه ابداعه وليه التاتش بتاعه زي ما بيقول. يعني بيبقى حافظ وبيحلي حفظه باشياء هو بيعملها، بيخلي الكل مندهش. ايه الروعه والجمال والعملاق اللي واقف قدامنا ده. خلينا نتكلم عن شعور حضرتك انت على خشبه المسرح، عن قدام الكاميرا في التلفزيون او في مسلسل درامي، عن مع الميكروفون والغنى والعود. والله اول مره الكاميرا جت عليا، كنت انا اسماعيلاوي وبحب اسماعيليه جدا. طبعا. اول مره الكاميرا جت عليا وانا بغني، كنت بغني، كان لسه علاء عبد الخالق منزل جاني مرسال الحب، وغنيت وبصيت لقيت انا صوتي شغال ورجلي من تحت عماله تعمل. طبعا هي اعصاب طبعا. انا اول مره كنت عشان اللحظه الاولى بالظبط. لكن مع احترامي للكاميرا وكل من وراء الكاميرا شيء مهيب ومخيف، لكن لا يهاب الالم من اعتاد عليه. خلاص ما عدناش بقى بالنهايه. يعني الكاميرا اصبحت شيء محبب جدا، وربنا يديمها علينا دايما
ان احنا نتواجد بين الناس ونحب الناس والناس تحبنا. اكيد الحمد لله. الله يحفظك. خلينا نسمع حاجه تانية ونكمل كلام. اتفضل. خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي، قلبي قلبي خوفي علي واعمل ايه، امانا كنتوا تقابلوا قوله الفرح ناسيني، وقوله يشاور عقله ينسى يومه يجيني، امانا كنتوا تقابلوا قوله الفرح ناسيني، وقوله يشاور عقله ينسى يومه يجيني، وحلفوا بويلي وبنهاري وليلي، وحلفوا بويلي وبنهاري وليلي، يابا 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 يابا. يا فايت قلبي على نار حبي، انا مش قادر عليه، انا شوف من امتى انا لك وانت دايما شاغل يومي بسنة، فايت قلبي على نار حبي، انا مش قادر عليك، انا شوف من امتى انا لك وانت دايما شاغل يومي بسنة، والشوق خلاني ابعت لك مرسال الروح والعين، عايزين يشوفوني بقابلك وارتاح من فكري يومين، الشوق خلاني ابعت لك مرسال الروح والعين، عايزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين، يا تجيني يا تقول لي اروح لك، يا تقول اروح منك فين، يا تجيني يا تقول لي اروح لك، يا تقول اروح منك فين، خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي، قلبي قلبي خوفي علي واعمل ايه يا خي. في ذكريات جميله ايضا مع الفنان الكبير عمار الشريعي، طبعا يا ريت تحكي لنا عنها وتذكرنا بيها. انا قابلته طبعا هناك، عنده بيته قد ايه جميل، وهو استقباله رائع، ليه كرسي دخل على كرسي حافظه وقال لي يا بهجت اهلا بيك، هتسمعنا ايه؟ فسمعته سمرة يا سمرة الكارم، قال لي طب هتسمعني ايه تاني؟ سمعته يا ولا يا ولا وعلى الحلوه والمره لعبد الغني السيد. جميل. قال لي طب هتسمعني ايه تاني يا بهجت؟ قمت مغني له 3 سلامات لقنديل. جميل جميل، كلها اغاني جميله. هذا الرجل، لا الراجل ده مش سهل. عمار الشريعي هذا الرجل مش سهل، الراجل ده يعني ريحانه ربنا حطها بين المصريين من جماله وعظمته، عملاق. قال لي انت لما غنيت عبد الغني كنت انت عبد الغني، ولما غنيت كارم كنت انت كارم، ولما غنيت قنديل كنت انت قنديل، فين بهجت؟ قلت له انا فهمت حضرتك. عايزني اغني شخصيتك المستقله. ما قلتش صوتهم وانا بغني. قلت له بس انا ما بقلتش. قال لي انا عارف بس انا عايز اسمع بهجت. وكانت اول درس واخر درس علمولي ان انا التزم بصوتي واعرف مساحته قد ايه واغني من خلاله فقط لا غير. اما براوه من الاغاني الجميله وحضرتك اديتها اكتر من مره، يا ريت نستمع اليها الان.
حبيبي ترى آخر ترى أما براوة أما براوة دور حبيبي ترى آخر تراوة. أغنية جميلة وصوت رائع ورحلة ممتعة فعلا. وقتنا كان جميل مع حضرتك بهذه الحلقة. بنشكرك جدا وإن شاء الله مزيد من الإبداع. إن شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة نشكر حضراتكم على وعد بلقاء قادم إن شاء الله.